السلام. وصفتنا اليوم الغريبة البهلة من بين أقدم الحلويات المغربية القديمة، كتجي جديدة وكلها مشقة وعاد مكوناتها بساطين بزاف. إلا ما كتنجحش معكم الغريبة البهلة تبعوا لا فيديو واحد الطريقة سهلة وناجحة. الوغ كنحتاجو كيلو ديال الدقيق الفرص الخاص بالحلويات، كنقص منه واحد الزلافة، كنحمرها في كوكوطه ولا في مقله بحال اللي كنحمروا الدقيق اللي كنخدموا به السفوف. السر اللي كيخلينا نحمروا هاد الزلافة ديال الدقيق كتخلي الغريبة تجينا ماغو، ما كتجيش بيضة، وحتى في المذاق كتجي افضل. كنضيفو كاس ديال الزجلان اللي ما مصهد ما تجي حاجه وما مطحونش، كنخليه حبوب صحاح، وكنضيف كاس ديال اللوز مهرمش حتى هو ما محمر ما والو وبقشورو هرمشتو. كنضيف معلقه صغيره ديال القرفه، عندي زلافه لاروب ديال السكر سنيده، كنضيف 2 ملاعق كبار ديال السكر ثقيل اللي هو السكر كلاصي، وكندير واحد الشيشه ديال الملحه، وكنرمل جميع المكونات حتى كنرملهم مزيان كيندمجوا مع بعضياتهم. وكنضيف 250 غرام ديال الزبده مذابه اللي هي زلافه لاروب، وكنضيف كاس ونص ديال الزيت النباتيه. الا بقى خصكم الزيت راه كتضيفوا الزيت من بعد، المهم انا راه زيت في التالي حيت العجينه خصها تبغي تكوار ليا. هانتوما شوفوا معايا ملي جمعت داك المكونات مع داك كاس ونص ديال الزيت، الخليط كان على قوام على هادشكل هذا وما تجمعتش العجينه. الوغ زدت الزيت واحد شويه وعاودت بقيت كنجمعها حتى تجمعت لي على الشكل هذا. الغريبه البهله باش تنجح معكم ضروري خصها تكور لكم في يديكم بحال هكا. كنكورها نبرك عليها غير واحد شويه، غير واحد النهيزه، وكنوضعها في الطاوه اللي تكون مدهونه بالزيت، وكندخلها الفرن طيب على 150 درجه. الفران خصو يكون سخون من قبل، الفران كنشعلوها غير من التحت، ملي كتحمر من التحت عاد كنطلعوها الفوق تكمل طيابها. ملي تكون كطيب في الفران ردوا ليها البال بزاف، عندك تمشي تخطف ليكم وتحرق بحيث هي راه دغيا كطيب. حاجه واحده اخرى اللي غادي نقول ليها لكم وغادي نركز عليها هي الطاوه ديال الفران. ملي تخرجوها ما تحركوش الطاوه نهائيا حتى كتبرد الحلوى مزيان، عاد نقلوها من الطاوه هكاك باش ما كتفرتش لكم حيت هي راه كتجي مرمله. حلوتنا اليوم هي هادي، نتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير واحد شويه. تهلاو في راسكم، ما تنساوش تابوناو الا ما مابونيش عندي، وما تنساوش تشاركوا معايا تطبيقاتكم عبر انستغرام. تهلاو في راسكم، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وعيدكم مبارك مسبقا. بسلامه.